بيبدأ فيلمنا النهاردة في قاعدة حربية أمريكية، وفريق دلتا للمهمات الخاصة بيستعد علشان يعمل عملية إنقاذ، وبيشرح لهم الرقيب أبيل إن هم يروحوا للفلبين علشان ينقذوا العميل بتاعهم. والعميل كانت مهمته إنه بيتجسس على ألكسندر تاجر الأسلحة الروسي، وألكسندر كشفه وسجنه في كهوف الجزيرة. فبيتوتر الرقيب كيني لما بيسمع إن هم هيكونوا في الجزيرة لوحدهم من غير أي قوات دعم تساعدهم قدام جيش الإرهابيين، وبتبقى دي أول عملية ليه، فبيشجعوا أبيل بقى. وفي قاعدة طيران القوات الجوية بتبلغ الرقيب نيا الكابتن ايدي ان هي هتكون المساعدة بتاعته في الطيران الآلي عن بعد، وهيشاركوا مع قوة دلتا في عملية الفلبين. وبيتوتر ايدي لان مراته بتكون بتولد وهو مش قادر انه يروح لها علشان المهمة اللي هيشارك فيها. فبيروح لزمايله اللي بيكونوا بيتفرجوا على ماتش السلة ومندمجين جدا معاه وسايبين شغلهم، وبيقول لهم ان مراته بتولد وان هي هتتصل بيه في اي وقت على تليفون القاعدة، وبيطلب منهم ان هم ينتبهوا للتليفون ويبلغوه لما تتصل. وفي الهليكوبتر بيستعد فريق دلتا ان هم يقفزوا علشان يبداوا عمليه الانقاذ. وبيلاحظ الرقيب بيشوب ان كيني متوتر، فبيتريق عليه وبيقول له انه لسه صغير وما كانش لازم يجي معاهم مهمه خطيره زي دي. ولكن زميل كيني الرقيب شوجر بيدافع عنه، وبيقول لبيشوب ان كيني قوي وهيبهره، وبيهدي كيني وبيطلب منه انه يركز في العمليه ويفتكر كل اللي اتدربوا عليه. وبعدها بينطوا من الطياره وبيبداوا العمليه. وفي القاعده الجويه بيستعدوا نيا وايدي ان هم يقودوا الطياره الحربيه الآلية عن طريق القمر الصناعي. وبيتواصل ايدي مع كيني وبيقول له ان هو هيبقى معاه. فبيشوب بيسأل كيني ازاي هو اشترك معاهم في العملية، فبيرد عليه وبيقول له لانه هو الوحيد اللي كان موجود في القاعدة. وبيسألهم كيني عن تفاصيل العملية، فبيقولوا له ان زميلهم سوكي اتكشف والكسندرا خطفوا وحبسوا في الجزيرة، ومهمتهم ان هم يدوروا عليه ويرجعوا بيه خلال 8 ساعات للهليكوبتر اللي هتخرجهم من الجزيرة. فبيتوتر كيني وبيقول لهم ان مهمته في التدريبات انه ضابط لاسلكي، فبيطلب منه أبيل انه يركز في مهمته ويخليه على تواصل مع ايدي. وفي قاعدة الطيران نيا بتقول لايدي ان هي هتتجوز وهتعزمه، فبيهنيها وبيقول لها انه هيتصل بمراته علشان يطمن عليها. وفي الجزيرة بيقول أبيل ان رجله لسه وجعاه من الجرح اللي حصل له في اخر عملية قام بيها. فبيقول له كيني ان هم لازم يستخدموا التكنولوجيا الحديثة زي الطيارة الآلية علشان تدافع عنهم وتحميهم. فبيتعصب بيشوب وبيقول له ان الحرب همجية جدا وفيها راجل بيقتل التاني وما فيهاش اي تكنولوجيا، وبيتريق عليه وبيقول له انه يخليه في اللعبة بتاعته ويسيب الحرب للرجالة. وهنا بيتضايق كيني من كلامه، وبعدها بيحسوا ان في حركة قريبة منهم، فبيطلب كيني من ايدي انه يأمن لهم الطريق. ولكن ايدي بيتفاجأ بان الطيارة فيها عطل، فبيبلغ كيني انه هيبعت له طيارة تانية. فبيتريق بيشوب على كيني وبيقول له ان هم هينفذوا العملية على الطريقة القديمة. وساعتها بيبدأوا يتفرقوا ويستكشفوا المكان، فبيعرفوا ان اللي كان قريب منهم هو خنزير بري، فبيطمنوا وبيكملوا طريقهم بعد كده وبيوصلوا لقصر الكسندر. وبيحددوا كمان اماكن الحرس وبيقربوا من القصر، وهناك بيتوزعوا. وبيطلع كيني بقى على مدخل كهف وبيراقب المكان، وباقي زمايله بيتوزعوا حواليه وبيستعدوا بالرشاش لاي هجوم. وقتها بيظهر قدامهم الكسندر ومراته وابنه. وفي القاعده بيضايق ايدي لما بيلاقي ان زمايله كتموا صوت التليفون ومهتمين بالماتش اللي بيتابعوه، وبيطلب منهم للمره الثانيه ان هم يركزوا مع التليفون وبيرجع لمكانه. وفي الجزيره بيشوف بيشوب عربيات مليانه رجاله مسلحه بتقرب من القصر، وبيستقبلهم الكسندر. وبيتعرف بيشوب على قائد الرجال المسلحين، وبيقول لزمايله ان هو ده الارهابي المطلوب دوليا ابو سياف. فبيقول شوجر انه اكيد جاي يتفق معاه على صفقه اسلحه. وفي الوقت ده بيتواصل ايدي مع كيني وبيبلغوا كمان ان هم بعتوا لهم طياره جديده وهو هيامنهم. وفي اللحظه دي بيتفاجئ كيني وزمايله برجاله ابو سياف بيقتلوا رجاله الكسندر، وبيقطعوا كمان رقبه مراته قدامه، وبيجيبوا ابنه الصغير علشان يقطع رقبته. فبيطلب كيني من ايدي انه يتدخل علشان ينقذ الولد، فبيضرب ايدي صاروخ من الطياره قرب المكان، فبيقعوا رجاله ابو سياف، وبيهرب الولد مع المربيه بتاعته بعد كده. وفي الوقت ده بيلاقي كيني ان الكهف اللي هو قاعد فوقه بيخرج منه مسلحين، فبيطلب الدعم من زمايله وبيقتلوا المسلحين اللي اكتشفوا مكانه. ولكن كيني بيلاقي ان هم رموا عليه قنبله يدويه، فبيرميها لبعيد عنه، وهنا بتنفجر وبيتهد مدخل الكهف وبيقع كيني. وبيلاحظ باقي الارهابيين اللي حصل ده، فبيهجموا على المكان وبيضربوا عليهم الرصاص. فبيدافع فريق دلتا عن نفسه وبيتصاب أبيل، فبيطلب بيشوب من كيني انه يحميه ويغطيه بالرشاش. ووقتها بيشوف شوجر شاحنه الارهابيين اللي بينزلوا منها، وساعتها بيضربوهم بصاروخ RPG. وبيوصل كيني لأبيل وبيلاقي ان اصابته جامده، فبيطلب الدعم من شوجر، بس شوجر بيقول له ان هم في حرب مع جيش من الارهابيين وعددهم قليل جدا. وبيطلب منه انه يسيب أبيل لانه كده كده ميت ومش هيقدروا ينقذوه. وبيطلب منه ان هو يقوي قلبه ويساعدهم علشان يقدروا ينقذوا نفسهم. فبيضطر كيني انه يسيب أبيل وبيجري بين ضرب النار والصواريخ، وبيروح وبيحدد مكان
مكان الشاحنة اللي بتضرب عليهم الصواريخ، وبيبلغ ايدي بمكانهم وبيطلب منه انه يقضي عليهم. فبيضرب ايدي الصاروخ وبيقدر يصيبهم، ولكن بيكونوا ضربوا اخر صاروخ ناحية شوجر وبيشوب. فبيعتقد كيني ان هم كده خلاص اتقتلوا، وبعدها بيتفاجئ كيني بشاحنة تانية فيها ارهابي وبيضربوا برشاش آلي. فبيهرب بقى وبيجري لناحية الغابة، وبيبلغ ايدي بمكانه علشان يتابعه ويأمنه. وبيبقى كيني مرعوب من اللي شافه، فبيتكلم مع ايدي وبيهديه، وبيقول له كمان ان هو هيبعت له هليكوبتر علشان تخرجه من الجزيرة، وبيطلب منه انه يمسك نفسه كده ويتحرك بسرعة علشان يوصل للهليكوبتر بسلام. فبيتشجع كيني وبيتحرك، بس بعد فترة بيطلب منه ايدي انه يتحرك بسرعة اكبر علشان في شاحنة قريبة منه. فبيجري كيني وبيستخبى تحت شجر في النهر وبيستعد لاي هجوم عليه. وفي الوقت ده بيظهر مسلحين على احصنة ومعاهم كلب، وبيشم الكلب كيني وبيروح ناحيته، بس ايدي بيطلب منه انه ما يتحركش. وبيقرب المسلح صاحب الكلب، فبيتوتر كيني جدا، فبيطلب منه ايدي انه ما يعملش اي حركة. وهنا بينادي المسلح على الكلب، فبيسمع كلامه وبيرجع لصاحبه تاني وبيبعده عن كيني. فبيطلب منه ايدي انه يتحرك ويطلع للجبل علشان يوصل لاعلى نقطة علشان تقدر الهليكوبتر ان هي توصل له. وبيوصل كيني بالليل للمكان اللي هتقابله فيه الهليكوبتر، وبيفرح جدا لما بيشوف الهليكوبتر. ولكن قبل ما تنزل على الارض بيظهر مسلحين من كل مكان وبيضربوا نار وصواريخ RPG على الهليكوبتر. فبتتصاب الهليكوبتر، وبيبلغ الطيار كيني انه مش هينفع ياخده لان الهليكوبتر اتصابت، وللاسف مضطر يرجع للقاعده بسرعه. وبيسيب كيني متحاصر ما بين المسلحين اللي بيضربوه بالرشاشات. فبيطلب كيني المساعده من ايدي، فبيطلق ايدي بقى صاروخ على المسلحين وبيطلب من كيني يهرب بسرعه. بس كيني بيكتشف ان هو محاصر، وانهم كمان بيشوفوا كل تحركاته بكاميرات الرؤيه الليليه. وبيطلب من ايدي انه يضربهم بصاروخ تاني، ولكن بيبلغوا ان للاسف الصواريخ خلصت منه. فبيطلب ايدي الدعم من طياره هورنت، وبيطلب منها كيني ان هي تضرب الصواريخ على المسلحين، ولكن بيحذروا لان ده هيكون في خطر علشان هو قريب من مكان الضرب. ولكن كيني مش بيهتم وبيطلب منه انه يقضي عليهم، وبسرعه كده بتضربهم الهورنت بالصواريخ وبتقضي عليهم. بس كيني بيتفاجئ بمسلحين تانيين بيضربوه بالرشاشات من الناحيه المعاكسه، فبيجري وبيطلب من الهورنت تاني ان هي تغطيه. ولكن كابتن الهورنت بيقول له ان في خطر عليه لانه هيضرب عشوائي وهو مش شايفه. فبيصرخ كيني وبيطلب منه انه يضرب على اي حال، وبيقدر انه يقضي عليهم. واخيرا بيرتاح كيني بعد كده، وبيطلب من ايدي انه يحدد له نقطه تانية يقابل فيها الهليكوبتر. فبيطلب منه انه يروح ناحيه التل الكبير لان دي اعلى نقطه في الجزيره. وتاني يوم الصبح بيوصل كيني للتل وبيبقى قرب للمكان اللي هيقابل فيه الهليكوبتر، بس فجاه بيفقد توازنه وبيتزحلق وبيقع في النهر وبيقع منه الرشاش بتاعه. وفي الوقت ده بتقول له نية ان في مسلحين قريبين منه، فبيمسك مسدسه وبيضرب عليهم نار وبيجري في النهر منهم وهم بيطاردوه. وفي النهايه بيوصل لشلال كده وبينط فيه وبيستخبى وراه. فبيسحبوا الطيار وبيطلع من الناحيه التانيه وبيلاقي قدامه مسلح وبيثبته بالرشاش. وبيفقد ايدي اثر كيني فبيقلق عليه، وهنا بيبلغ العقيد بان العمليه فشلت، وبيطلب منه الاذن في انه يستمر في الطيران لغايه ما يرجع كيني للقاعده. فبيرد عليه العقيد وبيقول له انه قاعد من 12 ساعه واكيد هو تعب ولازم يستريح، بس ايدي بيصر على انه يستمر. فبيوافق العقيد على استمرار العمليه. وبنشوف كيني بعد كده وهو مربوط في كهف الغابه وبيعذبوه، وبعدها بيتفاجئ بشجر اللي بيقتل المسلحين وبينقذه. وبيبلغوا كمان ان بيشوب اتصاب واتاخد اسير، وانهم لازم يكملوا العمليه وينقذوه. وبيقول له انه فاهم ان هو مش عايز يكون في الجزيره، ولكن هو بدأ المهمه ولازم يكملها. وبيفتش شجر الكوخ وبيلاقي اسلحه، فبياخدها هو وكيني وبيكملوا في طريقهم. وبيستخدم كيني طريقه بدائيه كبطاريه لجهاز اللاسلكي، وبيتواصل مع ايدي اللي بيكون قلقان عليه جدا. وبيبلغوا كيني انه مش هيروح للهليكوبتر وهيرجع للقصر علشان يرجع زميلهم اللي اسروه. وبعد كده بيتقطع الاتصال قبل ما يحدد كيني مكانه. وبيروح كيني مع شجر وبيراقبوا القصر، وبيقول لشجر ان الخطه هي ان هم يضربوا المكان بصواريخ علشان يلهوا الارهابيين، وبعد كده يدخلوا ويواجهوهم بالرشاشات وينقذوا بيشوب. فبيقول له كيني ان انسب اماكن لضرب الصواريخ هي ضرب الكهوف اللي مستخبين فيها الارهابيين. وهنا بيوافق شجر على كلامه. وبيتواصل كيني مره تانية مع ايدي وبيبلغوا بخطته، وهي ان هم هيفجروا كل الكهوف ويقضوا على الارهابيين. وبيتفق معاهم ان هو يديهم وقت للدخول والخروج، وبيقول له انه هيضرب الصواريخ على 3 دفعات كل ربع ساعه. وبيبلغهم كمان ان هم هيبداوا الساعه 11، وقتها بتخلص البطاريه من كيني. وفي القاعده بيصمم العقيد على ايدي ان هو لازم يستريح لانه شغال بقاله 18 ساعه من غير اي راحه، ولكن ايدي بيصمم انه يكمل. فبيتعصب العقيد وبيتهمه بعصيان الاوامر، وبيهدده كمان ان هو لو ما نفذش الاوامر فهو هياخد قرار بحرمانه من المعاش. فبيضطر ايدي ان هو ينفذ الاوامر علشان عيلته اللي محتاجه معاشه. وبيسيب كمان
فورا مكانه لطيار تاني وبيمشي. وفي الجزيرة بيبدأ كيني وشوجر الهجوم، وبيطلب شوجر منه انه ما يستخدمش الرشاش الا للضرورة علشان ما حدش يحس بيهم. وبيدخلوا للقصر وبيلاقوا 2 مسلحين، فبيهجم عليهم شوجر بالخنجر وبيخلص على واحد، وقبل ما يخلص على التاني بياخد منه مسدسه وبيصيب بيه شوجر في رجله. ووقتها بيدخل ارهابي تاني وبيهجم على كيني، فبيضربوا كيني باللكمات وبيوقعه. وفي الوقت اللي بيضرب فيه شوجر الارهابي وبتخلص منه وبيقتله، بيوصل كيني للرشاش بتاعه وبيقتل الارهابي التاني. وفي اللحظة دي بيدخل مسلح وبيضربهم بالرشاش، ولكن الرشاش بتاعه بيتعطل فبيوقعوه وبيقتلوه. وبيخرجوا بعد كده وبيلاقوا شاحنة فيها مسلحين فبيقتلوهم، وبعد كده بيكملوا طريقهم وبيقابلوا مسلحين تاني وبيتبادلوا معاهم ضرب النار. فبيتصاب شوجر وبيهجم مسلح على كيني وبيكون خلاص هيقتله بالمسدس، ولكن شوجر بينقذه وبيقتل الارهابي. وفي اللحظة دي بيهجموا عليهم باقي المسلحين وبيمسكوهم وبيسجنوهم كمان في سجن الكهف. وشوجر بيشوف بيشوب اللي بيتريق عليه وبيقول له ان خطته الانقاذ وجامده اخر حاجه. فبيرد عليه شوجر وبيقول له ان هو قطعهم وقتل كتير جدا منهم. فبيقول له بيشوب ان شكل اصابته خطيره جدا. فبيقول شوجر لكيني ان هم في المكان اللي هيتضرب بالصواريخ، فبيخاف كيني وبيصرخ وبيحذر الارهابيين وبيقول لهم ان المكان اللي هم فيه هيتفجر بالصواريخ ولازم يهربوا كلهم من المكان قبل ما يموتوا. ولكن هم مش بيهتموا وبيجيبوا كاميرا. ووقتها بيقول شوجر لكيني ان هو خلاص يعتبر ميت، وبيطلب منه انه يخرج هو وبيشوب من الكهف باي طريقه. وفي اللحظه دي بيفتحوا زنزانه شوجر وبيسحبوه وبيحطوه قدام الكاميرا، وبيجي ابو سياف وبيصوره وهو بيفجر راسه بالمسدس وبينهار كيني. وبيسمع ابو سياف وهو بيرحب بيه في جوانتنامو، وكانه بيقول له ان سجنهم ما يقلش وحشيه عن سجن جوانتنامو الامريكي. وهنا بيبدا العد التنازلي على ضرب الصواريخ، وبيكون فاضل اقل من 15 دقيقه. وبيأمر ابو سياف رجالته ان هم يجيبوا له كيني، فبيسحلوه بقى على الارض وبيوصلوه عنده. وفي نفس الوقت ده بيروح ايدي للماركت علشان يجيب طلبات البيت. وفي الكهف بيشغل الارهابيين الكاميرا وبيصوروا كيني وهم بيضربوه وبيعذبوه، وبعدها بياخدوه وبيقعدوه قدام ابو سياف اللي بيقول له ان اليابانيين احتلوا الجزيره وهم اللي بنوا الكهوف دي علشان يعذبوا ويتحكموا في اهل الجزيره، ولكنهم انتصروا عليهم وطردوهم واخدوا كل اللي بنوه. بس للاسف جه الكسندر وبنى امبراطوريته في جزيرتهم في نفس المكان، وكان لازم يتخلصوا منه. ولكن بعد ما تخلصوا منه اتفاجئوا بجنود امريكان بيهاجموهم وبيسالوا كمان عن سبب وجودهم على الجزيره. فبيرد عليه كيني وبيقول له ان ده مش وقت كلام وتصفيه حسابات، علشان دلوقتي في صواريخ هتضربهم وهتنهيهم كلهم. بس ابو سياف مش بيهتم بكلامه وبيقول له ان دوره هو انه يطلع منه المعلومات باي طريقه. وساعتها بيضربه بالشاكوش في وشه وبيتخلع ضرسه، وبعدها بيطلب من رجالته ان هم يعذبوه لغايه ما ينطق بكل المعلومات اللي عنده. وفي ساعتها بيغرقوا وشه في برميل الميه، وبيسأل ابو سياف عن مكان باقي زمايله، فبيقول له ان هم المجموعه الوحيده اللي وصلت للجزيره، ولكنهم مش بيصدقوه. وبيقول له كمان ان الطياره الآلية بتاعتهم لسه فوق الجزيره. فبيقول له كيني ان هو كان بيتواصل مع الطياره واتفق معاهم ان هم هيفجروا الكهوف، وبيترجاه كمان ان هم يمشوا من المكان بسرعه قبل ما يموتوا كلهم. ولكن ابو سياف مش بيصدقه وبيقول له ان الموت هيكون من نصيبه هو وزمايله، وبعد كده بيكمل تعذيب فيه. وبيصمم كيني على ان في صواريخ في الطريق، فبييأس منه بقى ابو سياف وبيقول له انت كده كده ميت. وهنا بيأمر رجالته ان هم يقتلوه، فبيحطوا كيني في بانيو مليان بالميه وبيغرقوه. وبيحاول كيني انه يقاومهم في اللحظه اللي بيضرب فيها الطيار الصاروخ الاول، وبينفجر الكهف بقى، فبيموتوا اللي كانوا بيغرقوا كيني، والميه اللي فيها كيني بتنقذه من الموت. وبيطلع كيني من الميه وبيتخنق من الدخان اللي حواليه في كل مكان، وبيدور على اي منفذ للهواء. وهنا بيلاقي شبكه تهويه فبيفتحها وبيقدر يتنفس. وبعدها بياخد مسدس والسيف بتاع ابو سياف وبيروح للسجن تاني علشان ينقذ بيشوب. وفي طريقه بيشوف مسجون فبيحرره، وبيعرف ان هو ده العميل سوكي اللي كانوا جايين علشان ينقذوه، فبياخده معاه. وبيروح لبيشوب فبيلاقي ابو سياف لسه عايش، وبيشوفه وهو بيسحب مسدسه علشان يقتله، فبيكون اسرع منه بقى وبيضربه بسيفه في قلبه وبيقتله. وبعدها بياخد موبايل ابو سياف وبيطلع بيشوب من الزنزانه، وبيكون بيشوب مذهول من قوه كيني، وبيعتذر له كمان عن الكلام اللي قاله له لما وصلوا للجزيره. وبيتفاجئ بان كيني نفذ العمليه لوحده وانقذ كمان العميل بتاعهم. وبيطلب منهم كيني ان هم يجروا بسرعه علشان يخرجوا من الكهف قبل ما يضرب الصاروخ التاني ويموتوا ويدفنوا تحت الانقاض، ولكن بيتوهوا وبيبقوا مش عارفين طريق الخروج. فبيتجنن كيني وبيجري ناحيه شبكه التقويه علشان الموبايل يلقط شبكه، وبكده بيقدر يتصل بالقاعده الجويه وبيطلب انه يكلم ايدي. فبيرد عليه الجندي وبيقول له ان هو مش موجود، وساعتها بيديله رقم موبايل ايدي وبينهي المكالمه علشان يلحق يشوف الماتش. فبيتصل بايدي اللي بيكلم مراته ومش بيهتم بانه يرد على اي رقم غريب.
رهيب، فبيضطر انه يبعت له رساله صوتيه وبيطلب منه انه يوقف ضرب الصاروخ التاني بسرعه. وبيجري كيني وبياخد زمايله وبيحاول ان هو يهرب من الكهف قبل ما الصاروخ يتضرب، وبيسمع ايد الرساله فبيتجنن وبيجري على القاعده الجويه وهو بيحاول انه يتصل بالقاعده، ولكن محدش بيسمعه بسبب الماتش. وفي الوقت ده بتكون الطياره اللي هتضرب الصواريخ بتقرب من الجزيره، وفي نفس الوقت ده بيوصل ايدي للقاعده وبيجري على غرفه التحكم، وهناك بيصرخ وبيطلب منهم ان هم يوقفوا ضرب النار، وبيكون فاضل 10 ثواني قبل الضرب. وفي الوقت ده بينجح كيني وزمايله ان هم يخرجوا من الكهف، وبيشوفوا بالفعل الطياره قدامهم وهي بتستعد علشان تضرب الصواريخ. بس في اللحظه الاخيره بيديهم ايدي امر بوقف المهمه، فبينفذ الطيار الامر، وبكده بينجح ايدي انه ينقذ كيني وزمايله. فبيرفع كيني ايده للسما وبيشكره، فبيستغرب سوكي وبيساله هو انت بترفع ايدك لمين؟ فبيرد عليه وبيقول له لصديقي. وفي الوقت ده بيلاقي ايدي ان التليفون كان مرفوع من الخدمه، فبيتعصب وبيقول للعقيد ولزمايله انه اتصل بالقاعده كتير جدا ولكنهم كانوا رافعين التليفون من الخدمه، وبيقول لهم ان الحاله اللي كان بيتصل بيهم بسببها هي حاله حياه او موت، وبيصرخ فيهم وبيقول لهم ان وظيفتهم هي ان هم يحموا الجنود اللي بيدافعوا عن الوطن. وفجاه بيكسر شاشه التلفزيون وبيطلب منهم ان هم يشوفوا شغلهم بضمير شويه، وبيقول للعقيد ان هو مش مهتم انه يلغي له معاشه. وفي الوقت ده بيبقى كيني وبيشوب راكبين الطياره وراجعين لوطنهم بعد ما نفذوا المهمه. وفي اخر اليوم بتطلب نية من ايدي انه يوصلها هو لجوزها في يوم الفرح، وده لانها بتعتبره مكان باباها اللي مات، فبيفرح جدا وبيقول لها ان باباها اكيد هيكون فخور بيها، وبعد كده بيفرح وبيرقص معاها. وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا. ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوف بقى وشكوا على خير. سلام.